اوكي هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا منيحين الف خير. عاد تشوفوا فيديو اليوم راح يكون عن 5 نصائح للعناية بالبشرة. يلا نشوف النصيحة الأولى. النصيحة الأولى راح تكون إذا أنتي يعني بتحب بشرتك تبيض أو هيك شي، يعني بتكون بيضة، تفتح راح تاخذ ليمونة أو قارص، هاد هو يعني هاد بنشتريه احنا حاضر، يعني ما نقعد احنا نعصره وكل شيء، فانا بستعمل هذا وهذا. فانتم خذوا هذا وتقسموها على 2 وتحكوا بها بشرتكم كلها، وبس راح تخليها ل5 دقائق وراح تكون هيك يحرقكم شوي وعادي، يعني بعد تغسلوها بالماء البارد وراح تكون مفيدة كتير. اوكي، نصيحة رقم 2 اللي هي لازم تستعملي الكريمة. اوكي، لازم تستعمل الكريمة لبشرتك لحتى دائما تكون رطبة او هيك شي، يعني تكون رطبة راح تفيدلكم كتير بشرتكم. اوكي هيك بس راح تفيدلكم كتير بشرتكم. نصيحة رقم 3، اوكي اذا عندك حبة هون او هون، يعني انا ما عندي، فراح تستعمل ادون فريز، اي ما بدكم يعني، وراح تحطوه من هون على الحبة يعني، وراح تناموا وتفيقوا في الصبح راح تلقى الحبة ما يعني ما فماش جملة، راح ما تلقى الحبة جملة يعني، وراح تمسحوه وما راح تلقوا اي حبة. اوكي، تعالوا نصيحة رقم 4. اذا بدكم يعني تشتروا زيت جنزبيل وتدهنوا به كل بشرتكم لحتى يعني يفيدلكم بشرتكم ويلحلكم كل الزيوت تبع البشرة، يعني ما يكون في اي زيت او هيك يعني، وما بتعرق في سن. استعمل زيت الزنجبيل كتير منيح يعني. تعطينا النصيحة الخامسة الأخيرة، إذا عندكم كمان حبة تستعملوا فوم، وراح تقعدوا تحكوا في البشرة بفومة لمدة 3 دقائق وبس، وراح تلقى يعني ما توجدوها أو هيك شي. اوكي هيك كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معايا واستفدتوا منه. فانا لميس، اذا اول مره بتشوف فيديوهاتي، انا لميس بحبكم خيرات الله، انتم فراشاتي وانا عامله وثائق الف مع السلامة. اوكي، فاذا بدك تشارك راح لكم الفيديو تبع الايفون تحت في صندوق، في الديسكريبشن، صندوق الوصف، روح اشترك بالمسابقة لحتى انت كمان تربح. بس هيك كان الفيديو اليوم، بحبكم خيرات الله، شوفوا منو امتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. بس باي، ولا تنسوا لايك وسبسكرايب وجرس، تابعوني على سناب شات، فيسبوك، انستغرام، وبحبكم خيرات الله. وصلوني الفيديو الى 40 لايك لحتى اتسجل واعمل لكم فيديوهات اخرى وكتير. بس باي، ولا تنسوا تشوفوا الوصف.